تشتري موبايل من 6000 ل 8000 او من 6500 ل 7500. موبايلات كتير، بس الهون اللي يستحق بقى. تعالى بقى هقولك هنعمل لك مقارنة بين الاوبو A6X والريلمي نوت 70. وليه الاتنين دول قريبين جدا من بعض في السعر، بس الفرق بينهم جامد جدا. فقبل ما تدفع فلوسك وتخسر فلوسك في موبايل منهم، تعالى تشوف هتاخد اي جهاز منهم. وهقول لك كمان على مميزات وعيوب كل جهاز، وامتى تشتري الموبايل ده وامتى تشتري الموبايل ده. بس في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة، اكيد اشتراكك بيدعمنا، ويلا بينا. وهقول لك خلي بالك عشان ما تستعجلش في الفيديو، عايزين نوضح نقاط، لان في موبايل منهم في عيب. يعني بصراحة لو دفعت فلوسك هتكون خسرت فلوسك. يلا بينا، والاول نشوف التصميم. وتعالوا بقى نبص على التصميم الجهازين بالنسبة لي تصميمهم كويس. الخامات من البلاستيك موجودة في الجهازين، يعتبروا نفس الخامات في الجهازين. خامات هنا من البلاستيك سواء في الاوبو او في الريلمي، اللي هو الريلمي نوت 70 او الاس 6 اكس من الاوبو. انما بقى الريلمي نوت 70 هنا جاي بشهادة عسكرية لمقاومة الصدمات. الريلمي نوت 70 مع شهادة عسكرية لمقاومة الصدمات، وبشهادة مقاومة ماء وغبار اي بي 54. اما بقى الاوبو اي 6 اكس هنا وهو جاي بشهادة مقاومة للماء والغبار، ما معهوش مقاومة للصدمات اي بي 64. كده بقى عندك كمقاومة صدمات الريلمي نوت 70 مع شهادة، وكمقاومة ماء وغبار الاوبو اي 6 اعلى في المقاومة. لكن بقى تعالى بقى بالنسبة لمسكة الجهازين كده واحنا في التصميم، مسكة الريلمي نوت 70 نفسها افضل من الاوبو اي 6 اكس. لان الحجم هنا في الاوبو اي 6 اكس، الاي 6 اكس اعرض بكتير من الريلمي نوت 70، واتقل من الريلمي نوت 70. هنا الاوبو اي 6 اكس اتقل من الريلمي نوت 70. وبكده بالنسبة لنا التصميم، لو انت هتاخد رأيي، هو في النهاية التصميم طبعا بيكون اذواق، لكن لو هتاخد رأيي هقول لك بالنسبة لنا تصميم الريلمي نوت 70 افضل. لان وزن الاوبو اي 6 اكس فرق 10 جرام عن الريلمي نوت 70. والريلمي نوت 70 فيه لمبة الاشعارات دي كتصميم. لمبة الاشعارات دي انا عاملها في فيديو المراجعة للريلمي نوت 70. ممكن تخصصها من خلال الالوان بتاعتها لاي اشعار. يعني انا بالنسبة لي دي ميزة ضايفة لمسة جمالية في التصميم شوية للريلمي نوت 70. يلا بقى نروح للشاشات. وعندك هنا الموبايل جايب الشاشتين اي بي اس ال سي دي من نفس النوع اللي موجودة في الاوبو. وهي نفسها اللي موجودة كنوع، يعني الاتنين نوع واحد اي بي اس ال سي دي. لكن والريلمي هنا جاي 6.74 بوصة، لكن الاوبو 6.75 بوصة. فكحجم مش لا مش مفيش حاجة كحجم يعني ان انت تلاحظها. والجودة بقى في الشاشة اتش دي بلس. تعالى بقى سيبك من الحاجات اللي هي متشابهة، تعالى بقى اما نروح للفرق الجوهري في الشاشات عندك تصميم الاوبو افضل من تصميم الريلمي نوت 70 بسبب النوتش ده اللي فوق ده. فعندك هنا الثقب بتاع الكاميرا في الاوبو مديك اريحية شوية في الاستخدام، وبيحسسك ان الشاشة كبيرة شوية. وكمان عندك الاوبو اي 6 اكس هنا بتردد 120 هرتز، لكن هنا 90 هرتز في الريلمي نوت 70. اول بقى حاجه في الشاشه مش الافضل بالنسبه لي، انا مصنفها من عيوب الجهاز، وهو نسبه السطوع تحت اشعه الشمس هنا 500 نيتس. انت متخيل 500 نيتس في موبايل هتستخدمه تحت اشعه الشمس تقريبا كده؟ لا هيكون صعب معاك 500 نيتس. لكن في الاوبو هو اعلى شويه واحسن شويه، لانه بيوصل معاك ل 1125 نيتس. فالاوبو كده كاستخدام تحت اشعه الشمس كشاشه هو الافضل، اللي هو الاوبو اي 6 اكس. كده الشاشة افضل. يلا بقى خلينا ناخد خلاصة الشاشتين. الشاشة هنا اعلى، مش النوع في الاتنين واحد. الشاشة هنا اعلى اللي هو تردد 120 هرتز، وسطوع الشاشة في الاوبو اعلى. يبقى كده الشاشة بالنسبة لنا هتروح لصالح الاوبو اي 6 اكس. وطبعا حضراتكم لو انتم شايفين اكيد التصوير هيوضح لكم الفرق في الالوان. نفس الزاوية ونفس الإضاءة ونفس الكاميرا اللي بصور بيها للموبايلين، وأكيد دقة الألوان عندكم واضحة. فأنا بالنسبة لي كده الشاشة رايحة لصالح الأوبو A6X. أما بقى البطاريات في الجهازين، تعال اما نشوف البطاريات. وأهم حاجة في الموبايلات دي، على فكرة الموبايلات دي في جزء من تسويقها هو البطاريات. الريلمي نوت 70 جايب بطارية
6000 ملي امبير مع شاحن 15 واط. لكن الاوبو هنا جاي ببطارية 6500 ملي امبير مع شاحن 25 واط. وبصراحة كده البطارية من خلال تجربتي في الريلمي نوت 70 مش هتزعلك كأداء، وبتطول ممكن تقعد معاك يوم ونص لو انت بتستخدم الموبايل استخدام عادي، لكن لو بتضغط عليه اكيد هتستهلكها. وبكده بقى تعالى اما اقول، عندك سعة البطارية هنا في الأوبو A6X 6500 ملي أمبير وهنا 6000، يبقى كده عندك سعة البطارية في الأوبو A6X هي أعلى ب 500 ملي أمبير. وعندك بقى بالنسبة لنا عيب من عيوب الموبايل، وعلى فكرة ما تستعجلش في الفيديو لأن هشرح لك كل حاجة عن الموبايلين، بس عشان ما ترميش فلوسك في الأرض كمل الفيديو للنهاية. ولو لسه ما عملتش اللايك، يبقى عندك الريلمي نوت 70. خلينا نكمل. الريلمي نوت 70 مشكلتي معاه في الشحن هي 15 واط مش في سعة البطارية. 15 واط بالنسبة لي انا في 2025 بطيء جدا، وال 25 واط في الاوبو اي 6 اكس يعني ممكن اتقبله، لكن هو مش الافضل، لكن ممكن اتقبله. وخاصة بقى تعالى بقى لما نروح لنقطة مهمة وهي كاميرات الجهاز. الجهازين هنا جايين يعتبر الكاميرات، يعني بص بس هو في فرق في الاداء، فخلينا ما ناخدش الارقام وما نعتمدش على الارقام، لان في فرق كبير جدا كده لسه هنشرح فيه وهنتكلم على الموبايلات دي قدام. الموبايل هنا الريلمي نوت 70 جاي بكاميرا رئيسية 13 ميجا بكسل، لكن البكسل مش كل حاجة، والاوبو جاي ب 13 ميجا بكسل. فاحنا ممكن هناخد الاتنين قدامكم كده بالشكل ده كده، هنوضح لكم الصورتين بنفس الطريقة كده من نفس الزاوية من نفس العدسة، الوان اكس وهنا الوان اكس، وانتم ممكن تحكموا على الفرق بين الاتنين. هما الاتنين 13 ميجا بكسل، لكن الفرق تقريبا مش في البكسل، هو الفرق في فرق في الاداء. وهنشوف بقى كده في صورتين انا مصورهم بنفس الزاوية ونفس الاضاءة، هنشوف الفرق بينهم، وانت ممكن تحكم تشوف الفرق بين الاتنين في الصورتين. انا بالنسبه لي انا صوره الاوبو اوضح شويه، يعني انا بالنسبه لي الاوبو اوضح شويه، ان الاوبو فيه معالج اعلى شويه، ولسه هتكلم لك على المعالج. لكن خلينا بقى نقول على الكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل، وهي في الاتنين الاداء بتاعها يسد معاك مكالمات او واتساب ماسنجر. مكالمات العاديه بالنسبه لي تجربتهم الاتنين في الكاميرا السيلفي مش كانت افضل حاجه، لان الجهازين نفسهم مش متوجهين لهواة التصوير او لمحبي التصوير، فالكاميرات السيلفي في الاتنين بالنسبة لي مش افضل اداء. تعالى بقى نروح للنقطة الجوهرية اللي هتفرق معاك وهتخليك تغير قرار الشراء. بس زي ما انا بقولك انت دايما ما تستعجلش، لان فئة ال6000 وال7000 وال8000 دي كلها ناس زي حالتنا يعني. فالفكرة ان هما بيكونوا حابين يعرفوا كل حاجة عن الموبايل عشان ما يرميش فلوسه، لان الفلوس بيكون تعبان فيها اضعاف، والكل تعبان في فلوسه. لكن الطبقة دي خاصة انا بحب اركز على الموبايلات اللي في الطبقة دي عشان نقدر نفيد بعض. عندك بقى هنا الريلمي نوت 70 جاي بمعالج من يونيسوك تي 7250، والتي 7250 ده كفاءة سعرية متوسط على الفئة السعرية. هو مش على الإطلاق المعالج ده مش وحش يا جماعة، لكن أنا بقولك كفاءة سعرية هو متوسط على الفئة السعرية. الموبايل هيمشي معاك تصفح وسوشيال ميديا، لكن تحت ضغط تطبيقات او تفتح تطبيقات كتير مش هيكون الافضل. لكن عندك الاوبو اي 6 اكس جاي بمعالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 685. المعالج ده هو افضل من اليونيسوك، هو مش الافضل على الاطلاق في الفئة، لكن هو افضل من اليونيسوك اللي هو موجود في الريلمي نوت 70. وبكده عندك نقطة المعالج هنا هتفرق معاك. وتعالى اما نشوف كده نجرب مع بعض قدامك كده، يعني هو الفرق يعني بص الشاشة مثلا ده كله بسبب المعالج، والفرق اللي ظهر معاك برضو هو هنا الفرق الشاشة ده التردد والمعالج. لكن الفرق اللي ظهر معاك في التصوير هو فرق الايه المعالج، ان المعالجة الصور هنا كانت افضل من هنا، بس دي الفكرة. وعندك المعالج هنا كأداء، تعالى بقى اما نجرب مع بعض كده نشوف. نقفل كده ونقفل، نقفل نقفل دي ودي، وناخد النقطة دي كده. دي كلها تأثير المعالج، يعني بص سرعة الاستجابة بالنسبة لنا هنا الاتنين واحد، لكن بص والبرنامج نفسه او التطبيق نفسه بيفتح، هتحس ان الاوبو بيفتحه اوضح معاك واسلس معاك.
وعلى فكرة ظروف الاضاءة الاتنين واحد، تعالى كده ودي الاضاءة على الاخر ودي الاضاءة انا رافعها على الاخر، وظروف الاضاءة وظروف التصوير ونفس الموبايل اللي بصور منه، لكن اكيد الفرق واضح بين الصورتين والاضاءة. وتعالى بقى واحنا هنا بالمرة او وانا مشغل لك اليوتيوب، تعالى اما نشوف الفرق في الصوتين. وتركنا بعضهم يومئذ هنعلي، هنوقف ده كده عشان يتفرقا القرآن. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ده وعرضنا كده 300%، ده الريلمي جهنم نوت 70. يومئذ للكافرين عرضا نوقف ده كده ونشغل الأوب. في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوم. بالنسبة لي أنا الأوبو أنقى في الصوت، حتى لو الدرجتين قريبين جدا من بعض، الأوبو هنا كتجربة أنقى في الصوت. وعندك الاتنين هنا فيهم مدخل 3.5 ملي. وكمان بقى تعالى بقى أما أقولك على خلاصة الموبايلين دول أو عيوب موجودة في الجهازين، كعيوب عامة في الجهازين ما بقولكش دي. بالنسبة لنا الاتنين فيهم عيوب. تعالى أما أقولك على العيوب اللي موجودة في الجهازين. الاتنين سرعة الشحن سواء ال25 او ال15 واط بالنسبة لي دي عيوب. الاتنين مفهومش خاصية ال NFC واحنا في 2026، فبالنسبة لي دي عيوب الموبايل. وانا بقولك على عيوب الموبايلين علشان انت لو هتاخد قرار بناء على الفيديو ده تقدر تعرف انت هتستغنى عن ايه بالظبط في الموبايلين. وعندك كمان اداء الكاميرات هنا السيلفي اداء يعني متواضع، والكاميرات الخلفية في الاتنين تسد معاك تمشي الحال، لكن هي مش الافضل يعني. وقبل ما اقولك على حاجة او الفت انتباهك، حابب الفت انتباهك لحاجة، ان الدقة في الجهازين، دقة الشاشة هنا على قد ما انا بقولك الاوبو افضل، هي الاوبو افضل من الريلمي نوت 70، لكن هي مش الافضل على الاطلاق. والاتنين مفهومش ميكروفون عزل الضوضاء. اما بقى بالنسبة لسعر الجهازين، انا هقولك على سعر الجهازين، بس على فكرة الاسعار دايما متغيرة، وانتم فاهمين السوق الايام دي دايما متغير في الاسعار. فانا بالنسبة لي الريلمي نوت 70 نازل منه نسخة 428، ودي سعرها 6800 جنيه النهارده. يعني انا عامل مراجعه للموبايل كانت ب 6300 جنيه، لكن النهارده بقت ب 6800 جنيه. لكن في الاوبو اي 6 اكس بينزل منه نسختين، وعندك ال 464 وده سعره عامل 7000 جنيه النهارده. اما النسخه ال 428 منه عامله 7800 جنيه النهارده. بص بقى وركز معايا عشان اقول لك انت هتاخد ايه بفرق الفلوس اللي انت هتدفعها. طبعا احنا بالنسبه لنا النسخه ال 64 من الاوبو مع الريلمي نوت 70 ال 128 يعتبر ما فيش فرق، ال 200 جنيه ما يعتبروش فرق النهارده، يعتبر سرعه شحن. اما بقى لو انت حابب ال 128 والاربعة رام من الاوبو اي 6 اكس عشان تقدر تقارن بالظبط، هيبقى في فرق حوالي 1000 او 1100 جنيه. بس تعالى اما اقول لك بقى انت هتاخد ايه مقابل ال1000 او ال1100 جنيه. اولا انت هتاخد معالج اقوى اللي هو سناب دراجون 685 اعلى من اليونيسوك تي 7250 اللي هو موجود في الريلمي نوت 70. وعندك هتاخد سرعة شحن 25 واط، لكن في الريلمي نوت 70 15 واط. وهتاخد عندك تردد شاشة 120 هرتز وهنا 90 هرتز. وهتاخد معاك بقى كمان سطوع تحت أشعة الشمس هنا في الأوبو اي 6 اكس أفضل من الريلمي نوت 70. والزيادة تقريبا لو انت هتاخد رأيي هتقولي اجيب اي موبايل منهم، اقول لك لو انت حابب مقاومة الصدمات جيب الريلمي نوت 70. مفيش مقاومة صدمات ومش هتفرق معاك. وبالنسبة لنا هقول لك هتختار مقاومة الصدمات ولا هتختار المعالج والاداء. لكن لو هتختار المعالج والاداء هقول لك زود 1000 جنيه وهات النسخة ال 428. مش عايز تزود والذاكرة ال 64 هتسد معاك، هقول لك هات الاوبو اي 6. وبكده اكون انا قلت لك هتاخد ايه مقابل ال1000 جنيه اللي انت هتدفعه هنا زيادة عن الريلمي نوت 70. بس ما تنساش قول لي هتختار اي موبايل منهم في التعليق وليه هتختار، علشان اكيد الناس هتدخل تبص على تعليقاتك، فياريت نفيد بعضينا وكل واحد يقول وجهة نظره علشان اكبر نسبة استفادة. لان الفئة دي زي ما انا قلت فئة يعني اللي عايز يشتري موبايل ما بيكونش شاريه للرفاهية، هو شاريه للاساسيات عنده.
فنفيد بعضينا في التعليقات. وفي النهاية سلام، وما تنسناش من اللايك.